واول ما دون كيشوت نام صاحبنا جمع كل الكتب وولع فيها. ولما صحي دون كيشوت ودور على الكتب وما لقاهاش سأل الخدامة فاشتغلته وقالت له ان في ساحر شرير جه على سحابة واخدهم. يوم دون كيشوت معلق عليها ويقول لها ده اكيد فريستون عدوي اللدود اللي عارف اني ههزمهم فقرر يقدرني. وطبعا الخدامة قعدت تقول له ايوه يا اخويا وماله، فريستون فريستون. المهم افتكر انه خلاص نسي بقى، بس هو كان بيقنع فلاح اسمه سانشو بانسا انه يرافق في مغامراته ويكون اتبع معاه بس من وراهم علشان هو يتحرك على حصانه وسانشو يتحرك على الحمار بتاعه لمغامراته مقابل انه يخليه يحكم جزيره. والتاني صدقه لدرجه انه هيسيب مراته واولاده. وبيبدا دون كيشوت يجمع فلوس ويجهز نفسه في السر عشان يتحرك هو على حصانه وسانشو على الحمار بتاعه لمغامراتهم. وسانشو بيفكره ما تنساش الجزيره اللي انت هتديهاني احكمها. والتاني يقول له لو اللي بفكر فيه حصل انا هدي لك مملكه. تخيل لما تجمع واحد رايحه منه واحد عبيط هيحصل ايه؟